السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة وعافية وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. انا روبي مصرية عايشة في تركيا. لو اول مرة تشوفوني وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. طبعا بقالي كتير ما نزلتش، بقالي من اخر فيديو نزلناه مع بعض كان قبل الوقفة بيوم. انتوا عارفين بقى الفيديو ده متصور اساسا من ضمن روتينات العيد، بس عايزه اقول لكم يعني بصراحه ما كانش فيه وقت خالص ان انا انزله. انتوا عارفين وقت العيد بيبقى ضيق ازاي. فسامحوني بقى على التاخير وعلى الغيبه الطويله دي. والله وحشتوني جدا جدا جدا، والله وحشني كلامي معاكم. فزي ما انتم شايفين كده انا جايه لكم فيديو النهارده خفيف كده وما فيهوش كراكيب كتير ولا فيه شغل كتير. الاساسي بتاعه الفته بتاعت العيد هنعملها مع بعض بتفاصيلها بطريقتي انا. طريقه حلوه جدا ولذيذه جدا جدا، بس قلنا مع بعض كده نرتب الدنيا كده الاول. وعايزه اقول لكم بمسح الترابيزه دي علشان انا طبعا عيد ميلادي. كل سنه وانا طيبه وانتوا طيبين يا رب. فصاحبتي بقى واحده صاحبتي حبيبتي قوي يعني فاجئتني بفاز حلو جدا، فقلت افضي له مكان بقى. بشكرها جدا طبعا بجد، ربنا يسعدها زي ما اسعدتني بصراحه بهديتها الحلوه دي. فعايزه اقول لكم بقى فضيت لها مكان علشان احطها ورد طبيعي. بقى انا بحب الورد الطبيعي جدا و... وريحته كانت حلوه جدا. ف... فقلت ايه اوريه لكم كده واوري لكم انا مكانه حطيته فين. زي ما انتوا شايفين خلصت الجزء بتاع الركنه، مسحته كويس جدا طبعا ورتبت الكوشنز بتاعتي. وكده كده الدنيا اصلا نظيفه، احنا كنا عاملينها مع بعض بقى بتنظيفه عميقه كده. انتوا عارفين احنا عملنا مع بعض الحيطان بقى والارضيات والشبابيك والبلكونات والحاجات دي كلها، فعملناها مع بعض. فايه يعني الدنيا نظيفه لسه في اولها كده. انا بس بلم الدنيا كده والكعبله دي بس كده وبمسح التراب. لو في انتوا عارفين الشبابيك والبلكونات مفتوحه لان الجو حر جدا، فبيدخل طبقه تراب. انتوا عارفين الشبابيك والبلكونات بتدخل كميه تراب مش طبيعيه، فلازم نمسح باستمرار كل يوم. فزي ما انتم شايفين بالبخاخ بتاعنا ده بمشي على كل الموبيليا كده اللي في الصاله. وخلاص رتبت الدنيا كده زي ما انتم شايفين الدنيا بقت هاديه وحلوه. وكنت مشغله جنبي المسلسل اللي انا بحبه، مسلسل متابعيه يعني تركي حلو جدا بسمعه كده وانا شغاله. بس دخلت بقى على المطبخ. قلت اعمل لي كوبايه نسكافيه، مع اني اصلا مش بشرب نسكافيه كتير. يعني ما بشرب، بفضل اكتر القهوه والشاي بالنعناع. لكن النهارده بقى قلت بصراحه اعمل لي كوبايه نسكافيه كده حلوه. انا بحب اشربها بالحليب، نص حليب ونص ميه. فقلت بقى اشربه كده واظبط دماغي الاول عشان افوق للفته. النهارده عيد الفته يا جماعه، عيد الفته. انتوا عارفين الفته عندنا 4 ايام العيد فته اساسيه عندنا. يعني ممكن بقى تعملي عصبان، تعملي طواجن في الفرن، تعملي خضار، تعملي كبسه، تعملي اي حاجه، المهم لازم الفته تكون موجوده طول ايام العيد. يعني ده طقس من طقوسنا بصراحه. فالنهارده قلت اعمل لكم الفته لان انا ما عملتهاش معاكم قبل كده على القناه، فقلت اعملها لكم النهارده كده لوحدها. من ضمن الروتين يعني. بتفاصيلها بتكاتها بكل حاجه. عمل يعني هقول لكم على طريقتي بالظبط 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 كده واحنا مع بعض. عملت لنفسي كوبايه النسكافيه وهقعد بقى اكمل المسلسل بتاعي لغايه ما يخلص، وبعد ما يخلص ادخل بقى على المطبخ معاكم اعمل الفته. خلصت نسكافيه والمسلسل خلص ودخلت على المطبخ. كان عندي طلعت كيلو من اللحمه كده مقطعاها مكعبات متقطعه، يعني هي مكعبات كده حجم مش كبير قوي مش صغير. آم، آه، عشان هي بتاعت فته، مش يعني احنا مش على الفته مش بنحب ناكل القطعه بتبقى كبيره كده، يعني عايزين ايه. انا كمان ولادي عشان ما لهمش في اللحمه قوي، فما بحبش اكتر. ما بحبش التقطيعه بتاعتها تكون كتيره او كبيره بحيث ان هم ايه ما ياكلوش منها قطعه ويسيبوها. لا يعني تتاكل كلها يا تتساب كلها. فانا بقطعها بصراحه ايه، بطلب من الجزار يعني يقطعها لي ايه مكعبات ايه مش كبيره قوي مش صغيره وسط يعني. آه دي طريقتي في سلق اللحمه. انا بحب اشوح اللحمه جدا، ما بحبش اسلقها كده في الميه على طول. انا بجيب معلقه كبيره من السمنه الفلاحي او من السمنه اللي انا مسيحاها. بشوح فيها اللحمه كده زي ما انتم شايفين، بحط عليها ملح وفلفل اسود الاول. عايزه اقول لكم الحركه دي بتخلي طعم الشوربه تحفه تحفه تحفه. ماشي. انا بحط بقى الخضار بتاعي بعد ما بشوحها، بعد ما اديها صدمه كده على الوشين.
ببدا احط الخضار بتاعي. بحط بصلايه متقطعه كده، مش 4/4 يعني، يا دوبك مشقوقه كده بس، وطماطميه نفس الكلام، وجزرايه متقطعه على 3. وبحط ورق لوري وحبهان ومستكه. وبحط ميه، بحط ميه، كميه الميه يعني المناسبه للحمه. بسيبها على نار عاليه الاول تغلي غلوتين. بعد ما تغلي الغلوتين بهدي عليها النار خالص، وخدي بقى منها احلى شوربه ممكن تاكليها في حياتك. طبعا العيش ده انا بجيبه من المحل السوري، لان اساسا مش بيتباع العيش دوت في تركيا اصلا. مش هما مالهمش في العيش ده خالص يعني. انا ما دخلتش خالص مخبز ولقيت عنده العيش ده دايما بيتباع في المحلات السوري بس. فانا بصراحه بجيبه من المحلات السوري، بقطعه كده مكعبات كبيره زي ما انت شايفه، مربعات زي ما تحبي. في ناس بتقليه في الزيت، لكن انا بحس ان هو تقيل، بيبقى طعمه طعم جدا وبيبقى لذيذ، لكن بصراحه بحس ان هو تقيل جدا مع الفته. لكن انا بحمصه، بفرده كده على صاجه، على ورق زبده، وبرشه برشه زيت زيتون كده زي ما انتم شايفين. بحط التوابل اللي انا حباها كلها. انا بحط ملح، وبحط لو عندك توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، اي بهارات انت حابه تحطيها حطيها. عندك توم مهروس، بحط سنه توم مهروس كده برده مع العيش بتاعي. وبعمله كده زي ما انتم شايفينه. بحاول يعني اقلبه كده كله عشان يوصلوا كل التوابل مع زيت الزيتون. ودخلته الفرن تحت الشوايه، وبقلبه من وقت للتاني لغايه ما يديني اللون اللي انا عايزاه. انا دلوقتي بعصر طماطم علشان الفته، الصوص بتاع الفته. تمام. هجيب بقى حله على النار، وعلي فيها معلقتين من الزيت النباتي العادي. عايزه تستخدمي السمنه تمام، بس انا يعني عشان استخدمت سمنه كتير، فانا قلت ايه عشان اخفف من الموضوع شويه هحط زيت زبادي، زيت نباتي. عليها معلقه من الثوم المهروس. بصوا العيش، بصوا اتحمص بقى جميل جدا وخفيف وجميل جدا جدا. هحمص بقى زي ما انتم شايفين كده معلقه من الزيت. معلقه من الزيت بحمص فيه الثوم زي ما انتم شايفين. وزي ما انتم شايفين كده جبت معلقه من دبس الطماطم اللي هو صلصه الطماطم. بشوحها كده شويه مع الثوم. ومجرد ما احس ان ريحه الطماطم كده طلعت، بنزل عليها بالطماطم المعصوره كميه مناسبه. بحط ملح وفلفل اسود وكزبره. وبحط شويه من البهارات اللي عارفين انتوا، الفلفل الاحمر المجروش، بحط فلفل احمر مجروش. ماشي. بقلب بقى الكلام الجميل ده كله. ريحه المطبخ اليوم ده عايزه اقول لكم، انتوا عارفين طول ايام العيد ريحه الخل والثوم واللحمه والكلام ده كله بتبقى رهيبه بصراحه. خلصت الصوص كمان يعني كده خلاص، يعتبر الفته خلصت. فاضل بس الرز. هعمل الرز. بصوا بقى التكه بتاعتي، التركيه بتاعتي، انا بحب اعملها جدا جدا مع الفته، خصوصا لما تبقى معموله بالخل والثوم. انا حطيت معلقتين من الزيت النباتي، وحطيت معلقه كبيره من السمنه، وحطيت نص معلقه صغيره من الثوم المهروس. انا بحط على الرز ثوم مهروس لما اجي اعمله على الفته بتاعت الرز. تمام. الفته بتاعت اللحمه اللي بالخل والثوم شوحته. مجرد ما شوحته هنزل بالرز بتاعي، هديله تشويحه برده مع الثوم والزبده كده زي ما انتم شايفين. وهقلب الكلام الجميل ده كده كله يتشوح مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل اسود، وبحط ورقتين لوري عشان تديني طعم الشوربه. ماشي. بحط كميه الميه بقى المناسبه. الدنيا كده تمام، كل حاجه بتخلص، والفته ما خدتش مننا اي وقت خالص. اسهل طبق ممكن تعمليه وانتي واقفه، بياخدش منك وقت خالص، يا دوبك سلق اللحمه، الرز، كل حاجه خلصت مع بعضها كده زي ما انتم شايفين. العيش كان اتحمص، الصلصه خلصت، الرز بيخلص، واللحمه على النار. خلاص كده زي ما انتم شايفين كل حاجه استوت وخلصت وتمام وزي الفل. هبدا دلوقتي في تحمير اللحمه. معايا بقى معلقتين من السمنه، او معلقه يعني زي ما تحبي. هصفي بقى اللحمه بتاعتي واحطها على الزبده دي اللي ساحت او السمنه اللي ساحت، وهبدا بقى احمر فيها. يعني ما نشفهاش قوي عشان تبقى جوسي كده وحلوه. هتاخد بقى اللون اللي انا عايزاه، بديها اللون اللي انا عايزاه. حاسه بصوت دوشه كده في الشارع، مش عارفه في ايه. لو الصوت مضايقكم انا بعتذر طبعا يا جماعه، عشان انا فاتحه الشباك كده وانا بصور، عشان الجو حر جدا. مش عايزه اقول لكم الجو حر قد ايه. بصوا بعد ما حمرت
اللحمه، حطيت الملح والفلفل الاسود بتاعها وشلتها طبعا، واللي اتفضل منها الادام اللي اتفضل منها حطيت عليه معلقتين من الزيت، وهبدا اشوح فيه معلقه كبيره من الثوم المهروس. هبدا بقى اشوحه كده زي ما انتم شايفين، وهنزل بالخل. طبعا هي اسمها فتة خل وثوم، في ناس مش بتحط على فتة الخل والثوم صوص احمر، لكن جربيها بقى بالاتنين مع بعض كده بتدي طعم تحفة بصراحة. شوحت بقى الثوم كده زي ما انتم شايفين، هنزل بربع كوباية من الخل الابيض. شمي بقى احلى ريحة ممكن يعني تشميها. وتنزلي بقى بالشوربة، نزلت بالشوربة كده زي ما انتم شايفين على الخل والثوم. كمية الشوربة اللي انا اساسا هستخدمها في ان انا اسقي بيها العيش يعني، واعمل منها الفتة. طبعا بصفيها عشان لو في اي بقى بواقي بصل، بواقي طماطم، زي ما انتم شايفين جزر، اي حاجة، ورق اللوري. لو بتستخدمي حبهان مطحون ما يضايقش الناس يعني وهما بياكلوا. فزي ما انت شايفة كده، واخدت معلقة كمان كده من الصوص الاحمر اللي احنا عملناه، صلصة البتاع الفتة، وقلبتها كده على الشوربه، ادتني لون بينك كده حلو جدا. هاخد بقى العيش بتاعي التحفه ده اللي انا بعشقه يعني، عايزه اقول لكم بناكله كده حاف. عايزه اقول لكم انا كنت عامله اكتر من كده بس اتخطف طبعا. بألف هنا وشفا يا رب على قلب اللي اكل. بوزعه كده في الصواني بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى ايه اجيب الشوربه زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالشوربه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين، وهحاول بقى ايه اسوي السطح بتاعها كده. انا مش بزود الميه قوي، بحيث ان يعني ايه اديها بس سنه، يعني يبقى العيش طري بس في نسبه قرمشه كده شويه، بتبقى حلوه جدا عن ما تبقى كلها ايه، تبقى كلها كده ميه في ميه كده. حطيت طبعا معلقتين صلصه كده على وش العيش، وبعدين هنزل بالرز بتاعي هوزعه. دي بقى طريقتي في الفته. طبعا بصوا كل الناس بتعمل فته، بس كل واحد بيبقى ليه طريقته، وكل واحد بيبقى ليه التركايه بتاعته. ف كل سنه وانتم طيبين، تعيشوا كده وتعملوا لاولادكم كل الحلو، و... وربنا ما يحرمكم ابدا ابدا من انكم تقفوا وتعملوا حاجتكم. وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب. ربنا يعيدوا علينا مرات ومرات واحنا في احسن حال، وربنا يرزق كل واحد باللي بيتمناه اكتر يا رب، اللهم امين. اتفضل طبعا شويه من الصوص بتاعي، انا بخلي شويه من الشوربه كده بحطهم على الوش زي ما انتم شايفين، وبعدين بجيب الصلصه بتاعتي بقى بوزعها كده زي ما انتم شايفين بالظبط. خلاص الفته بتاعتي خلصت، هناكل الفته النهارده. احنا من عشاق الفته، احنا بنحب الفته جدا. بس انا عندي بقى ايه، جزء بيحب العيش كتير اكتر من الرز، وجزء بيحب لا الرز اكتر من العيش، فانا بعمل صينيتين بصراحه عشان اريح دماغي من وجع الدماغ ده. فاللي عايز ياكل حاجه بقى بياكلها بنفس كده وايه، واحنا مبسوطين. عيد بقى عايزين نفرحهم بقى ونبسطهم، ومش عايزين نعكن على حد، وياكلوا الاكل بنفس، فبنعمله على كيفهم وعلى ذوقهم. بحط طبعا شويه الزبده